طيب بقول لك محمد، هو احنا ايه الحته اللي احنا عاملينها ليه فاتحين هنا كده بالمنظر ده؟ بص يا باشا. من الحاجات المهمه اللي قلناها قبل كده ان احنا اول ما بنبدا البند بتاع السباكه على طول احنا لازم ناخد الشرب بتاعنا. الشرب هو المقاس بتاعنا من البسطه بتاعه المدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهارده موقع جديد واحنا هنشرح لكم قلب الموقع واحنا بنبدأ شغل. الموقع هنا لسه أول بند نفتح فيه وأول بند نبدأ فيه، وهو بند السباكة. طبعا زي ما بنشرح في كل فيديوهاتنا، قبل ما نعمل أي حاجة في الشقة لازم نعمل البلان ال2 دي. يعني ما ينفعش نبدأ خالص في الشقة ولا في أي حاجة غير لما نعمل البلان، وهنشرح دلوقتي إيه السبب ده. اول ما بنيجي هنا كده بنخش على طول من باب الشقه، بيبقى عندنا هنا كده حمام الضيوف. ماشي، زي ما احنا هنا شايفين كده، احنا هنا مؤسسين حمام الضيوف. عندنا اول حاجه هنا غساله ملابس، وبعد كده عندنا الحوض، وبعد كده هنا في الجزء ده عندنا التويليت وعاملينه قاعده معلقه خزان دفن. معانا هنا الاسطى محمد اللي عمل لنا السباكه في الموقع ده، هنسال وهنتعلم منه كده شويه حاجات ونستفيد منها. تعالى كده يا محمد. السلام عليكم. الاول معانا هنا هندسه بسم الله. حمام ضيوف. من اهم التفاصيل فيه لما اكون هعمل غساله تمام في حمام، اعملها سخن وبارد. الصرف بتاعي ما اخدهوش على البيبه، اخده على المباشر والحته عشان دي نتجنب. والحته دي مهمه جدا عشان في سباكين بيستسهلوا وبيوصلوا على طول على البيبه. طبعا احنا هنا بص كده بنتجنب الرغاوي، الحاجه اللي تطلع في البيبه، لان ضغط البيبه بيبقى ضغط عالي. تمام، فبنتجنب الحته دي واحنا نرمي الصرف بتاعنا على العمومي على طول، يعني بنرميه على العمومي قبل البيبه. تمام. عندنا بعديه الحوض اللي يجي على البيبه عادي لان ميته خفيفه. تمام. عندي هنا صندوق دفء. تمام، لما بيكون عندي الحيطه، المكان اللي انا شغال فيه الحيطه فيه تستحمل ان انا ادفن الصندوق جوه الحيطه، بنكسر كده بالشكل ده كله. تمام، وندفن الصندوق بتاعنا. تمام. طبعا دي كانت حاجه يعني برضو مش بنعملها دايما، يعني مش دايما عندنا سمك الحيطه عندنا ان هو يستحمل ان احنا نكسر حواليها، فوقتها بالظبط بنعمل ايه؟ كده. بنبرز الخزان ونبني حواليه. بالظبط كده. طيب برضو هنا في حاجه برضو، لان في برضو ناس كتيره بتخاف وبتقلق من الخزانات الدفء عشان المنسوب بتاعه. بنعمل ايه في الحاله طيب دي يا محمد؟ احنا عندنا هنا الاول الخزان عندنا 3 وسائل نقدر نعملهم. ان في علامه شرب هنا، تمام، دي علامه المتر، بقدر اسلم منها سيراميك. تمام. الوسيله الثانيه لو هي اختفت بيبقى عندي المسمار ده، وده الشائع دلوقتي ان اغلبيه الناس عارفاه، بيبقى 32 سم 33 سم من الشرب. تمام، دي اهم البنود عندي. هنا بعمل شطافه في ارتفاع 65 سم. بعمل تغذيه ارتفاع 15 سم من الارض، بحيث ان انا اتجنب الحته اللي هي بتاعت الشطاف، اللي هي بتاع اكره الشطاف. تمام. طبعا الشغل ده كله تحت اشراف المهندس اسلام، شركه سوداك. معانا نكمل الهندسه في المطبخ. بس هنا قبل ما نخش المطبخ، احنا هنا كده الارضيه طبعا لسه هنفك طبعا. الصرف ده وهنعزل وننظف ونعزل وهنوريكم حمامين. احنا ما رضيناش نكمل هنا عشان نعرف نشرح. احنا نوريكم كل ده حمامين تمام. متجهزين للعزل. كل ده الشغل لسه المواسير دي كلها هتتحل تاني. تمام، احنا ركبناها علشان تسليم الشركه، كل ده هيتخلع تاني. تمام. وده من ميزه الشغل الكيسي، ان احنا نشتغل بشغل صرف بجوان، ان احنا نشيل الصرف ده كله. تمام، ونعزل براحتنا ونرجعه تاني بعد الصرف. من الحاجات المهمه اللي قلناها قبل كده ان احنا اول ما بنبدا البند بتاع السباكه على طول احنا لازم ناخد الشرب بتاعنا. الشرب هو المقاس بتاعنا من البسطه بتاعه المدخل بتاع الشقه. من المدخل بتاع الشقه بناخد متر من الرخام اللي بره. تعالى كده يا محمد برضه نبص عليها. تمام، حاجه زي كده. هنا عشان في العتبه فبناخد قرب هنا. كده.
احنا بناخد متر هنا. بعد كده بنقوم نقلينه بقى لكل الاماكن عشان نمشي بالمستوى ده. يعني هنا كده هيبقى نفس المتر بتاعنا. بعد كده بنشيك بقى على الشغل بتاعنا في الحمام. زي ما احنا قلنا ان الخزان الدفن واخد على ارتفاع متر، فنقرب كده ونبص عليها. ده كده هيبقى ارتفاع متر من السيراميك مش من الارضيه اللي معموله. ماشي. بعد كده نخش على المطبخ. عندنا هنا في توزيعتنا للمطبخ الجزء ده في باب هيتقفل من هنا كده، وهيبقى المدخل الرئيسي بتاع المطبخ هنا كده، وهيتوزع. هيبقى هنا في ثلاجه، هيبقى مكان السخان موجود هنا. بعد كده عندنا هنا الحوض، وهنا غسالة الاطباق، وهنوريكم التصميم بتاع الجزء ده وبتاع المطبخ. اشرح لنا برضو هنا كده يا محمد عملنا ايه في الحته طيب. ديت. احنا عندنا هنا حوض وجنبيه غساله، الغساله جايه هنا على العمود. على العمود احنا عملنا حاجه مختلفه شويه، تمام، ان احنا حطينا الصرف والتغذيه بتاعه الغساله، تمام، حطيناهم جوه وحده الحوض في نفس الوحده، بحيث ان لما يحصل مشكله، دي رقم واحد، ما تنطرش معايا الغساله بره، دي مشكله الناس كلها بتشتكي منها. ولما اجي الغساله يحصل فيها صيانه ابقى عندي حنفيه التحكم بتاعتها اقدر اقفلها بسهوله من غير ما اشد الغساله. من ناحيه الحوض على طول. طبعا عاملين حساب تاسيس حله سمارت هنا، تمام، مخارجنا كلها، ومزودين حاجه صغيره هنا، تمام. ده صرف لخرطوم الفلتر. دايما بيبقى تلاقي الخرطوم ما بيبقاش طريقته سليمه هنا مع صرف الحوض، فزودنا له صرف صغير هنا للفلتر. تمام، الله ينور عليك. بس دي المطبخ. من الحاجات المهمه اللي احنا نشيك عليها في شغل السباكه ان احنا بنشوف عندنا كام سخان والسخانات مربوطه بايه. احنا هنا في الشقه عاملين سخانين زي ما احنا شايفين كده، وعاملين كمان المحابس. يعني عدد المحابس برضو مهم. عاملين المطبخ ده وحمام الضيوف اللي احنا شفناه على محبس واحد. برضو هنبص بصه سريعه كده على بقيه الحمامات بعد ما جهزناها للعزل. عندنا هنا كده برضو ده الحمام ده كده خلاص جاهز ان هو يتعزل. بعد كده نحط الصرف بتاعنا في الضلع ده كده. عندنا الحوض، وهنا الخزان القعده، وعندنا هنا الشاور. من الحاجات برضو المهمه اللي في السباكه ان احنا بنعمل صرف التكييفات. احنا هنا طبعا مؤسسين مواسير النحاس زي ما احنا شايفين كده. دي مواسير النحاس جنوب افريقي. وبعد كده هنا جنبها بنعمل صرف التكييفات. بنوصل كل صرف التكييفات، هي طبعا بتبقى ماسوره صغيره زي ما احنا شايفينها كده، بنوصلها على اي بلاعه عندنا، سواء اقرب بلاعه سواء المطبخ او الحمام. بعد كده بنبص هنا بسرعه على الحمام الاخير. يلا يا باشا. وبرضه هنا نفس الكلام، حمام جاهز خلاص وهيتعزل. انا مش عارف اول الضلع هنا كده على طول الشاور. بعد كده هنا عندنا الحوض، وهنا خزان الدفن القعده المعلقه. وهنا كده في الضلع ده كده عندنا سخان تاني في الشقه ديت، تمام. وعندنا هنا في الحمام ده محبس للحمام ده لوحده، والحمام التاني بتاع الغرف اللي احنا لسه شايفينه محبس لوحده. طيب بقول لك محمد، هو احنا ايه الحته اللي احنا عاملينها ليه فاتحين هنا كده بالمنظر ده؟ بص يا باشا، انا عندي هنا حمامين، تمام، وفيهم الاثنين خزان دفن، تمام. فطريقه تسليمي ان انا فتحت شنيشه هنا، تمام، هسلمك الاثنين على شرب واحد، على ليزر واحد. الليزر يبقى ضارب في الخزانين زي ما انت شايف كده هنا، تمام. هتلف الناحيه الثانيه. بص عليه كده وهات هناك وهات على الشرب كده هناك. تمام. طيب يبقى هنا كده احنا عاملين الموضوع ده عشان يبقى كلها ماشيه على شرب واحد زي ما احنا شايفين، في كل مكان حاطين على طول الشرب. ودي كانت كده ايه بطريقه سريعه كده، وحاولنا على قد ما نقدر نخلي الكلام مبسط بحيث ان اي حد يتفرج عليه يفهمه. شكرا يا محمد. تمام، شكرا.